السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم مستر ياسر، وأهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، ومع درس جديد من دروس الجبر الترم الأول بعنوان التناسب. خدنا النسبة للدرس اللي فات، والدرس ده إن شاء الله بناخد التناسب. فيلا بينا نبدأ درسنا. وقبل ما ناخد تعريف أو نعرف يعني إيه تناسب، تعالوا نشوف مع بعض الحاجة البسيطة دي. بيقول لي إيه؟ إذا كان ألف على ب تساوي ج على د. أول ما ألاقي الصورة دي زي ما أنا شايفها كده ألف على ب أو ألف إلى ب، ماشي، تساوي ج على د أو ج إلى د، فإنه يقال إن ألف وب وج ود كميات متناسبة. يعني لما أشوف الصورة دي قدامي أعرف إن الكميات دي كميات إيه؟ متناسبة. طب لو قال لي العكس، ولو جه وقال لي إن الكميات ألف وب وج متناسبة، كميات متناسبة، أقول له إيه؟ أعرف على طول إن ألف على ب تساوي ج على د. تمام. يعني إيه بقى تناسب؟ نفهم يعني إيه بقى كده تناسب. التناسب هو تساوي نسبتين أو أكثر. تساوي نسبتين أو إيه؟ أو أكثر. يعني التنسيب اللي هو من ألف إلى ب يساوي ج إلى د. طيب ألف ده يسمى إيه؟ وب ده بيسمى إيه؟ وج ده بيسمى إيه؟ ود ده بيسمى إيه؟ تعالوا نتعرف على إيه؟ أسمائهم. هي أسمائهم سهلة جدا. ألف يسمى الأول المتناسب، وب تسمى الثاني المتناسب، وج تسمى الثالث المتناسب، ودال يسمى الرابع المتناسب. يبقى ده الأول، يبقى الأول المتناسب. ده اللي بعده في الترتيب، أيوه، يبقى الثاني المتناسب. ده التالت يبقى التالت المتناسب. ده الرابع يبقى ده الرابع المتناسب. خلاص اتفقنا، عرفنا أسمائهم. لأن في الأسئلة هيجي يقول لي إيه؟ عايزين الأول المتناسب، أو عايزين التالت المتناسب، أو عايزين الرابع المتناسب. يبقى إحنا عارفين ترتيبه فين. ترتيبه فين؟ هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، حسب اسمه. طيب تمام. طيب بيسمى بقى ألف ودال طرفي التناسب. لو جينا نبص الألف في الأول يبقى ده الطرف الأول، ودال في الآخر يبقى ده الطرف اللي في الأخير. عشان كده بنسميهم طرفي الإيه؟ التناسب. طب ب وج في الوسط، صح؟ بين ألف ودال، عشان كده بنسموهم وسطي التناسب. تمام؟ وإحنا كنا بنقول إيه؟ بنقول إيه؟ حاصل ضرب الطرفين في الوسطين. الطرفين هما اللي هو ألف ودال، والوسطين اللي هو ب وإيه؟ وج. عشان كده برضك إحنا بنسميهم إيه؟ ألف ودال الطرفين، وبنسمي ب وج الايه؟ الوسطين. بنسميهم ايه؟ الوسطين. واحنا عارفين المسمى ده من زمان. طيب نشوف مع بعض كده خواص التناسب. احنا عندنا للتناسب 5 خواص. ان شاء الله في درسنا النهارده هناخد 4 خواص من خواص التناسب، وهناخد امثله عليهم ونفهمهم كويس باذن الله. والخاصيه الخامسه هناخدها ان شاء الله في درس مستقل لوحدها. واول خاصيه معانا الخاصيه رقم 1 بتقول ايه؟ هي حاجه مش جديدة علينا، حاجة خدناها قبل كده. بتقول الخاصية رقم 1 حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. طيب نترجم الكلام ده بقى بالصيغة الرياضية. لو أنا عندي ألف على ب بتساوي ج على د، فإن حاصل ضرب الوسطين بتاعهم في الطرفين يبقى ألف د هتساوي ب ج. يبقى ألف في د هتساوي ب في ج، زي ما احنا شايفين كده. طيب أنا إمتى بستخدم الخاصية دي؟ يعني بستخدم الخاصية دي في حالة لما يكون عندي مجهول واحد. مجهول واحد إن كان ألف أو ب أو ج أو د أيا كان، أو إنه يطلب مني ويقول لي بأسلوب تاني، يقول لي أنا عايز الأول المتناسب أو التاني المتناسب أو التالت المتناسب أو الرابع المتناسب. يبقى أنا بتكلم إن أنا كده عندي مجهول واحد. في الحالة دي بستخدم الخاصية بتاعتنا اللي هي حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. يبقى إذن غالبا ما تستخدم عند وجود مجهول واحد في التناسب. مثل هنشوف مع بعض المثال اللي قدامنا ده. س على 3 هتساوي 4 على 6. طيب لو جينا استخدمنا الخاصية بتاعتنا هنستخدمها طبعا ليه؟ لأن احنا عندنا مجهول واحد.
طيب تمام، يبقى الطرفين في وسطين. يبقى 6 في س أو س في 6 هتساوي كام؟ 3 في 4. يبقى س في 6 هتساوي 3 في 4. تمام كده؟ طيب تمام. عايزين نجيب بقى المجهول الواحد بتاعنا اللي عندنا، نعمل ايه؟ يبقى 6 س هتساوي 12. 3 في 4 ب 12. يبقى س هتساوي كام؟ 12 على 6 تساوي 2. كده احنا قدرنا بالخاصية بتاعتنا نقدر نطلع ايه؟ المجهول الواحد اللي ناقص عندنا. طيب تعالوا بقى ناخد مثال بصيغة تانية، هو نفس الفكرة بس بقى بالصيغة بتاعت اللي ممكن تجينا في امتحان أو صيغة الكتاب المدرسي. بتقول إيه؟ مثال واحد، أوجد الرابع المتناسب. يبقى أنا عندي كده عارف إن ده الأول المتناسب، ده التاني المتناسب، ده التالت المتناسب، واللي ناقص عنده مجهول هو إيه؟ هو الرابع المتناسب. تمام كده؟ طيب يقول لي أوجد الرابع المتناسب للأعداد 4 و12 و16. هو عايز بقى اللي بعد 16، ده اللي مجهول عندنا. نعمل ايه؟ على طول نحطهم في صورة تناسب. يبقى 4 على 12 هتساوي 6. المجهول الرابع المتناسب ده نسميه ايه؟ نسميه وليكن س. يبقى أول نفرض حاجة، نفرض إن الرابع المتناسب ده هو س. تمام كده؟ طيب تمام. بعد كده بقى نحط في صورة التناسب 4 و12 و16 وس. طيب يبقى 4 على 12 هتساوي كام؟ هتساوي 16 على س. اقدر اجيب س؟ طبعا اقدر اجيب س. استخدم ايه؟ الخاصيه بتاعتنا رقم 1 اللي بتقول ايه؟ طرفين في وسطين. يبقى 4 في س هتساوي كام؟ 12 في 16. يبقى 4 في س هتساوي 12 في 16. تمام؟ طيب تمام. يبقى س هتساوي 12 في 16 على 4. يبقى تساوي 4 في 12 تساوي كام؟ 48. الأربعة هنا تروح مع 16. هنا 4 في الواحد على 16 على 4 في الكام؟ إلا 4. نكتبها بردك علشان لو حد اتلخبط ولا حاجة. يبقى هنا نطير دي، هنا يفضل عندي كام؟ 4. 4 في 12 بكام؟ تساوي 48. كل اللي بتمناه منكم دلوقتي انكم تروحوا على سبسكرايب وتضغطوا عليها عشان تشتركوا في القناة، او تروحوا على العلامة المائية اللي عليها شعار القناة وتضغطوا عليها، هيظهر لكم سبسكرايب تضغطوا عليها، يبقى انتوا كده فعلتوا الاشتراك في القناة. ويلا بينا نكمل درسنا. ده تدريب بقى المفروض انتوا تحلوه او توقفوا الفيديو دلوقتي وتحلوه وتطبقوه على الخاصية الأولى علشان نتأكد إن إحنا فاهمين كل حاجة تمام. وزي ما قلت لكم قبل كده لازم نعود نفسنا إن إحنا نحل. ليه؟ ده بيكسبنا ثقة في نفسنا، بيعرفنا إزاي نحل، إيدينا بتتعود على الحل. تمام؟ وده شيء مهم جدا علشان إن شاء الله نخش الامتحان نقفله بإذن الله. طيب التدريب اللي معانا بيقول لك ايه؟ اوجد الثاني المتناسب للاعداد 2 و4 و6. طب يبقى مكانه فين؟ الثاني المتناسب ده يبقى ده الاول متناسب، يبقى المفروض الثاني المتناسب اللي انا هفرضه مثلا وليكن س يبقى بعد الاثنين، يبقى عندي 2 وس و4 و6. طيب اول حاجه نعملها ايه؟ اتعلمنا نفرض ان الثاني المتناسب ده هو ايه؟ س، العدد س. ماشي، اللي انا لسه مش عارفه. تمام. وبعد كده نرتبهم، يبقى 2 وس و4 و6. كده خلاص رتبتهم. تمام، رتبت الكميات اللي عندي. طيب تمام. هو دلوقتي حطينا السين في المركز الثاني اللي هو الثاني المتناسب، صح كده؟ طيب صح. يلا نعمل ايه بقى؟ نحطهم في صورة التناسب. يبقى 2 على س هتساوي 4 على 6. بعد كده هنعمل ايه؟ هنطبق طبعا طرفين في وسطين، ما احنا شاطرين اهو. يبقى 2 في 6 في 6 هتساوي س في 4. تمام؟
طيب بعد كده س هتساوي 2 في 6 على 4. اللي 2 في 6 ب 12 على 4 فيها كام؟ فيها 3. يبقى س هتساوي كام؟ 3. يبقى احنا كده طلعنا السين المتناسب بيساوي كام؟ بيساوي 3. اعتقد الخاصية الأولى مفيش أسهل من كده، واعتبر احنا واخدين الكلام ده قبل كده. تمام؟ طيب تمام، يلا نكمل مع بعض. والمثال اللي معانا مختلف شوية عن المثالين اللي احنا حليناهم اللي فاتوا، بس مش فكرة جديدة بالنسبة لنا. ليه؟ لأن احنا خدنا الأفكار دي في درس النسبة، واللي ما شافش درس النسبة يا ريت يروح دلوقتي ويتفرج على درس النسبة قبل ما يتفرج على الدرس ده، علشان الدرسين مكملين لبعض. وهنا في المثال ده بيقول لي أوجد العدد الذي إذا أضيف إلى كل من الأعداد اللي هتيجي قدامي دي اللي هي 3 و5 و8 و12 فإنها تكون إيه؟ متناسبة. فإنها تكون إيه؟ متناسبة. يعني معنى الكلام ده اللي هو بيقول لي إيه؟ هو عايز العدد اللي إحنا ضفناه على الأعداد دي عشان تكون متناسبة. طب العدد ده هو إيه؟ أنا ما أعرفوش. طب أعمل إيه وأنا ما أعرفوش؟ أفرضه إيه طيب؟ أفرضه أي رمز في الدنيا أنا مش عارفه. الرمز ده وليكن س، وليكن ميم، وليكن كاف، وليكن لام، أي رمز. تمام؟ بس انا لسه مانيش عارفه. طب عشان اعرفه اعمل ايه؟ هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. بس اول حاجه نطبق الكلام ده. يبقى في عدد هنضيفه للارقام دي هيخليها متناسبه. العدد ده نفرضه ايه؟ س. يبقى اول حاجه نفرض ان العدد ده يساوي س. وبعد كده نعمل ايه؟ هنضيفه للاعداد دي. يبقى س زائد 3، بعد كده س زائد 5، وس زائد 8، وس زائد 12. هو اللي قال لي كده اذا اضيف الى كل من الاعداد، يبقى انا بضيف بجمعه عليهم يعني. تمام؟ يبقى س زائد 3 على س زائد 5 هتساوي ايه؟ هتساوي س زائد 8 على س زائد 12. لما احنا ضفنا السين العددين دول اصبحوا متناسبين، فعلشان كده حطيناهم في صورة الايه؟ التناسب، والاثنين دولت بيساوي ايه؟ الاثنين دول. طيب بعد كده نعمل ايه؟ على طول الخاصية بتاعتنا حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، ونطبق على طول اهو. يبقى حاصل ضرب الطرفين اللي هو س زائد 3 هنضربها في س زائد 12. طب في الحالة دي بنعمل ايه؟ بناخد السين نضربها في المقدار ده كله، وبعد كده ناخد ال 12 نضربها في المقدار ايه؟ كله. يلا. يبقى عندي س في س بس تربيع، وبعد كده س في 3 يبقى زائد 3 س، وبعد كده اخد ال 12 واضربها في المقدار ده كله. 12 في س ب 12 س يبقى زائد 12 س، وهنا عندي 12 في 3 ب 36 يبقى زائد 36. خلصت الطرفين اروح اجيب حاصل ضرب الوسطين بنفس الطريقه. اقول س في س بس تربيع، وس في 5 يساوي 5 س يبقى زائد 5 س. وبعد كده اخد الثمانية واضربها في المقدار ده كله. 8 في س ب 8 س، والثمانية في 5 ب 40. تمام الكلام ده؟ طبعا تمام وزي الفل. اول حاجه عندي اشوف انا عندي هنا س تربيع وهنا س تربيع متشابهين، يبقى يطيروا مع بعض اهو. تمام. طيب تمام. بعد كده عندي هنقول هنا 3 س زائد 12 س تساوي كام؟ 15 س، وال 36 تنزل زي ما هي. نفس الكلام هنا 5 س زائد 8 س تساوي ايه؟ تساوي كام؟ تساوي بردك 13 س، يبقى تساوي 13 س زائد 40. تمام كده؟ طبعا تمام. نودي بقى الحدود المتشابهة مع بعضها ونودي الايه؟ الأعداد الصحيحة مع بعضها عشان نطلع قيمة س. يبقى 15 س ناقص 13 س. عملنا ايه؟ ال 15 س دنيتها في بيتها زي ما هي باحترامها. ال 13 س هي اللي راحت ل 15 س، فايه؟ يتقل من مقدارها شوية. يعني ايه يتقل من مقدارها؟ يعني هي كانت هنا موجبة تروح هناك سالب، تروح بعكس إشارتها. ليه؟ لأنها خرجت من بيتها. تمام كده؟ يبقى 15 س ناقص كام؟ 13 س. وبعد كده ال 36 دي هي اللي هتروح هناك لل 40، يبقى يتغير إشارتها، يبقى 40 ناقص 36.
يبقى عندي بعد كده 15 س ناقص 13 س بكام؟ ب 2 س. تساوي كام؟ 40 ناقص 36 تبقى كام؟ تبقى 4. يبقى عندي 2 س هتساوي 4. يبقى س هتساوي ايه؟ 4 على 2 تساوي كام؟ تساوي 2. طلعنا قيمة السين؟ أيوه طلعنا قيمة السين. بتساوي كام؟ بتساوي 2. خلاص كده؟ طبعا خلاص. طبعا في دلوقتي تدريب انتوا بقى هتحلوه وتشوفوا هو نفس الفهم ده، نفس الفهم ده بالظبط، بس انا عايزكم تطبقوه بايديكم عشان تتاكدوا ان انتوا فاهمين الكلام ده كويس جدا. الخاصيه الثانيه معانا بتقول اذا كان أ في ج أو أ ج تساوي ب د، فإن أ على ب أ على ب، يبقى الب هي اللي راحت الناحية التانية، وأدام أنا ثبت الألف مكانه وجبت الب يبقى الدالة دناها زي ما هي والجيم هي اللي تروح. فإن أ على ب هتساوي إيه؟ د على ج. ودي هي النظرية الخاصية بتاعتنا رقم 2. معناها إيه؟ بيقول لك في كل طرف ثبت حاجة وانقل إيه؟ الحاجة التانية. يعني هنا ثبت الألف ونقلت الب، يبقى ثبت الدال تدناها ثابته زي ما هي وانقل ايه؟ الجيم. ادام ثبت حاجه يبقى انقل اللي جنبها. اتفقنا؟ تعالوا ناخد بقى امثله ونشوف الكلام ده. المثال الاولاني بيقول لك ايه؟ اذا كان 5 أ بتساوي 7 ب. طيب تعالوا نثبت الألف وننقل الب، وبعد كده ثبتنا الألف يبقى ننقل إيه؟ يبقى ننقل الخمسة نوديها الناحية التانية. طيب يلا كده يبقى أ على ب هتساوي 7 على 5 أهو. ثبتنا الألف، الب راحت هناك تروح إيه؟ تحت الألف. وادام ثبتنا الالف ونقلنا الب يبقى السبعه اديناها ثابته زي ما هي، ننقل الخمسه نوديها الناحيه الثانيه. ادام نقلناها تيجي تحت الايه؟ تحت السبعه، لانها خرجت من ايه؟ من ضرها، عشان كده اتقل ايه؟ مقدارها. طيب تعالى نعكس. ايوه تعالوا نعكس. تعالوا نثبت الب وننقل الالف، يبقى احنا كده ثبتنا الب هي زي ما كانها، ننقل الالف تيجي ايه؟ تحتها، يبقى ب على الالف. وادام ثبتنا الب يبقى السبعه هي اللي تتنقل وتروح الناحيه الايه؟ الثانيه، تبقى 5 على 7، يبقى ب على الف هتساوي 5 على 7. ناخد مثال كمان. ناخد مثال كمان. مثال 2. اذا كان 2 س ناقص 3 ص تساوي 0. قال لا احنا ما عندناش الصوره دي ليه؟ ما عندناش الصوره دي ليه؟ طب نقدر يبقى عندنا الصوره دي؟ ايوه طبعا. افكر شويه مش اكتر من كده. هو انا لو خدت سالب 3 دي ووديتها الناحيه الثانيه تروح ايه؟ مجموعه على الصفر. يبقى 2 س هنا بقى الطرف ده، وسالب 3 ص لما تروح الناحيه الثانيه تبقى ايه؟ صفر زائد 3 ص تبقى ايه؟ تبقى 3 ص. يبقى 2 س هتساوي كام؟ تساوي 3 ص. أصبحت في الصورة بتاعة الخاصية بتاعتنا. طيب يلا نثبت إيه؟ نثبت السين. وأدام ثبتنا السين نجيب الصاد إيه؟ تحتها. وأدام جبنا الصاد يبقى 3 اديناها زي ما كانها والاتنين إيه؟ تتنقل، تبقى 3 على 2. يبقى س على صاد هتساوي كام؟ تساوي 3 على 2. طيب بقى تعالوا نثبت الصاد. ماشي؟ ونودي السين الناحية التانية. معنى كده إن التلاتة هي اللي تتنقل تروح إيه؟ تحت الاتنين. يبقى صاد على س هتساوي كام؟ 2 على 3. يبقى ص على س تساوي 2 على 3. ناخد بقى كده تدريب احنا بقى نحله. هنا بيقول لي 3 أ بتساوي 4 ب، فإن أ إلى ب، أ إلى ب هي يعتبر أ على ب، واحنا خلاص بقينا فاهمين الكلام ده من الدرس اللي فات. طيب معنى كده ان هو ثبت الألف وجاب الب تحتها. ايه اللي يحصل بقى؟ حلوها انتوا بقى. وتعالوا بقى ناخد الخاصية رقم 3. الخاصية رقم 3 بتقول ايه؟ إذا كان عندي أ على ب بتساوي ج على د. تمام؟ احنا هنسمي اللي فوق ده اسمه مقدم. اسمه ايه؟ المقدم. طبعا المقدم ده في الطرف الاول هو الالف، والمقدم ده في الطرف الثاني هو الجيم. ليه؟ لان هو اللي فوق. تمام كده؟ فالخاصيه بتاعتنا بتقول لك المقدم على المقدم بيساوي التالي على التالي. يعني انا لو جيت نقلت هنا خدت المقدم ده ونقلته تحت المقدم اللي هو الالف، يبقى اودي التالي هنا اللي هو الب. او بمعنى تاني انا هنا عندي الالف على ب تساوي ج على د، فان ا على ج تساوي ب على د. ايه اللي حصل؟ انا وديت الب مكان الجيم، والجيم قالت للب ادام انت خدت مكانك والله لاخد ايه؟ مكانك. والله لاخد ايه؟ مكانك. طيب يبقى انا كده حطيت المقدم على المقدم، اذا يبقى يساوي التالي على التالي زي ما احنا شايفين الخاصيه بتاعتنا
التالتة ناخد أمثلة على الكلام ده؟ طبعا ناخد أمثلة على الكلام ده. مثال واحد: إذا كان ألف واتنين وب وتسعة كميات متناسبة. أدام قال لي كميات متناسبة يبقى أنا عارف إيه طبعا إيه التناسب بتاعي، بيقول إيه؟ يبقى ألف على اتنين اللي هو الأول المتناسب على التاني المتناسب هيساوي إيه؟ هيساوي التالت المتناسب اللي هو الب على كام؟ على الرابع المتناسب اللي هو التسعة. يلا يلا يبقى أنا كده حطيتها في الصورة بتاعتي أهو. بقى عندي هنا ايه؟ عندي مقدم ومقدم وعندي تالي وتالي، صح؟ اقدر اطبق الخاصيه بتاعتي دي؟ طبعا اقدر اطبقها بكل سهوله. انا اودي الب هنا الاتنين تقول ايه؟ والله لا اخد ايه مكانك اهو. يبقى الف على ب هتساوي كام؟ هتساوي 2 على 9. 2 على ايه؟ لا على 9. الخواص دي احنا بنقدر نحل بيها المسائل، وتقدر تبسط لنا المسائل عشان نقدر ايه نحلها، واعتقد انها خواص سهله جدا وبسيطه. طيب ناخد مثال كمان، ناخد مثال كمان. هنا بيقول لي ايه؟ اذا كان 5 الف و2 س و3 ب و7 س كميات متناسبة، فإن ألف على ب تساوي كام؟ يبقى هو كده عايز قيمة إيه؟ ألف على ب. ألف على ب. طيب أعمل إيه؟ هو قال لي أول حاجة كميات متناسبة، طب أنا هحطها في صورة إيه؟ التناسب. يبقى إيه؟ 5 ألف على 2 س، صح؟ تساوي إيه؟ 3 ب على 7 س. أهو. عملت انا حاجه؟ اه، ما عملتش غير ان حطيتهم بس بصوره التناسب. صح ولا لا؟ اه طبعا صح. اعمل ايه بقى في الحاله اللي زي دي؟ اجيب هنا التلاتة س، التلاتة ب قصدي، مكان الاتنين س. السين تعمل ايه؟ تقول والله الاتنين س، تقول والله ناخد مكان الايه الب. نفس الخاصيه بتاعتنا اللي فوق، المقدم على المقدم يساوي التالي على التالي اهو. هنا لما جبتها كده يبقى ايه اللي حصل؟ السين تروح مع الايه؟ السين تروح مع الايه؟ السين. طب يلا يلا. يبقى اذا 5 ألف على 3 ب هتساوي ايه؟ 2 على 7. 2 على 7. طيب انا عايز ايه؟ انا عايز ألف على ب بس. يبقى ألف على ب هتساوي ايه؟ هتساوي 2 على 7. يبقى التلاتة اللي هنا تروح تنضرب في الاتنين، والخمسة تتضرب فين؟ في السبعة. أكنها طرفين في وسطين بالظبط عشان أطلع قيمة الإيه؟ الألف على ب. طيب أنا وديت الاتنين في تلاتة هتساوي كام؟ 6. والسبعة في 5 تساوي كام؟ 35. تساوي كام؟ 35. كده قدرنا نطلع ايه؟ قيمة الألف على ب بتساوي كام؟ 6 على 35. شفنا الموضوع اتحل ازاي بكل سهولة لما استخدمنا الخواص اللي عندنا. طيب يلا بينا نكمل درسنا. الخاصية الرابعة معانا بتقول إذا كان ألف على ب بتساوي ج على د، فإن ألف هتساوي ج م، وب هتساوي د م. دي م دي جت منين؟ وعشان ايه؟ تعالوا نعرف المثال اللي جاي معانا. إذا كان عندي ألف على ب بتساوي 3 على 5، اعتبر التلاتة دي هي الجيم والخمسة هي الإيه؟ الدال. بيقول لي إذا كان ألف على ب بتساوي 3 على 5، هل معنى كده إن ألف دي بتساوي 3؟ بالتأكيد لأ. أو ب بتساوي 5؟ طبعا لأ. معنى الكلام ده إن لو ألف خدت 3 أجزاء، لأن دي نسب، دي إيه؟ نسب. طيب لو الألف خدت 3 أجزاء يبقى البيت تاخد 5 اجزاء. البيت تاخد ايه؟ 5 اجزاء. طب 5 اجزاء من ايه؟ من ميم دي بقى اللي انا ما اعرفهاش. من ميم اللي انا ايه؟ ما اعرفهاش. تمام كده؟ طيب يبقى اذا الف تساوي كام؟ 3 ميم. وب تساوي كام؟ 5 ميم. انا ما ينفعش اقول الف تساوي 3، لكن كده اقدر ايه؟ احل المساله بتاعتي. اصبح عندي بدل ما يبقى عندي مجهول في الف وب بيبقى عندي مجهول في ميم بس. فهمنا ليه احنا بنعمل كده؟ طيب يلا. طب ممكن استنتج حاجة تانية؟ ممكن نستنتج حاجة تانية من نفس الخاصية. ايه هي؟ ان ألف بدل ما تساوي طبعا ج م تساوي ايه؟ ب م على اللي تحتها على طول. وج بردك تساوي د م. طب ناخد مثال على الكلام ده؟ ناخد مثال على الكلام ده توضيحي برضه. إذا كان عندي س على 3،
تساوي ص على 4 تساوي ع على 5، فإن س تساوي إيه؟ تساوي 3 م. أهو يبقى س هتساوي كام؟ 3 م. وص تساوي كام؟ 4 م. وع تساوي كام؟ 5 م. فهمنا؟ فاهمين الكلام ده؟ يا إما خدها باللي قصادها يا إما خدها باللي تحت منها. تمام؟ هيسهل علينا الحل؟ أه طبعا هيسهل علينا الحل وهنشوف مع بعض دلوقتي. وعلشان نعرف نحل أي مسألة تناسب عندنا خطوات لحل مسائل التناسب. كم خطوة؟ عندنا 5 خطوات. أول خطوة فيها اللي احنا نكون إيه؟ تناسب. إن احنا نكون تناسب. تناسب إزاي نكونه؟ لما يديني مثلا عندي 4 قيم متناسبة أو عندي 4 رموز متناسبة اللي زي ما بيقول لي أ وب وج ود متناسبين. في الحالة ده بعمل إيه؟ بكون التناسب اللي عبارة عن إيه؟ أ على ب بتساوي إيه؟ ج على د. تمام كده؟ يبقى أنا كده كونت التناسب. يبقى أول خطوة تكوين التناسب. تاني خطوة هي إيه؟ إيجاد القيم. إيجاد الإيه؟ القيم. هنفهم الكلام ده مع بعض. إحنا لسه واخدين الخاصية الرابعة. ماشي؟ كنا بيبقى عندنا مثلا عشان نجيب قيمة الألف كنا بنعمل إيه؟ بنفرض إنها بتساوي مثلا ب م أو ج م أو 3 م أيا كانت اللي هو إيه؟ مديها لي في التناسب بتاعها. كده فهمنا؟ يبقى نوجد القيم. بعد كده بنعمل إيه؟ التعويض بالقيم دي. اخد القيم دي واعوض بيها فين؟ في المساله. واحنا هناخد دلوقتي على فكره ما تقلقوش هناخد تطبيقات وامثله على الكلام ده وبالخطوات دي. تمام؟ بعد كده بعوض بالقيم دي بتاعتي اللي هي قيمه الالف او قيمه الب ايا كان. بعد كده الخاصيه الرابعه دي ممكن نستخدمها وممكن ما نستخدمهاش، بنحتاج لها في ايه؟ في اوقات اخراج العامل المشترك. واخر حاجه معانا ان احنا نختصر ونطلع الايه؟ القيم بتاعتنا في ابسط صوره. تمام كده؟ طيب تمام. تعالوا بقى نشوف بعض الملاحظات اللي عندنا ناخد بالنا منها واحنا بنحل مسائل التناسب. وقبل ما نبدأ يا ريت كلنا دلوقتي اللايك الجميل بتاعكم اللي بيدعمنا، وانكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد فيديوهاتنا ان شاء الله. واكيد احنا متأكدين ان انتم مش هتحرمونا من دعمكم. ويلا بينا نشوف الملاحظات اللي عندنا. الملاحظات اللي ناخد بالنا منها، اول حاجة لتسهيل هتلغي خطوة العامل المشترك في حالتين اتنين. يعني خطوة العامل المشترك اللي احنا قلناها اللي هي رقم 4 في خطوات الحل إذا كانت إيه؟ الحدود مضروبة مثل إيه؟ ج م في ج بضربها فقط فتكون إيه؟ ج تربيع م. تمام كده؟ ج في ج بج تربيع. تمام؟ طيب إذا كانت الحدود متشابهة مثلا عندي 12 م زائد 10 م أو 12 س زائد 10 س أيا كانت فبجمعها فقط فبتكون إيه؟ بجمع العوامل اللي هي ال 12 زائد ال 10 واطلع اللي هو الايه؟ الرمز اللي موجود عندي زي ما هو. تمام كده؟ طيب تمام. طيب ايه تاني ناخد بالنا منه؟ عند التعويض اذا كان ا بتساوي ب م فان ا تربيع هتساوي ايه؟ نربع الب ونربع الميم. نربع الب نربع الطرفين الاثنين. فهمنا؟ نربع الطرفين الاثنين. يعني هو طلب مني وقال لي انا عايز ا تربيع مثلا زائد اي حاجه هو مديها لي في المساله، وانا فارض مثلا ان الالف دي بتساوي 3 م يبقى اربع الثلاثه واربع الميم. اربع الثلاثه واربع ايه؟ اربع الميم. طيب ثالث ملحوظه ايه؟ لاثبات ان ا وب وج ود كميات متناسبه نثبت ان ا على ب تساوي ج على د. واستخدم واستخدم خاصيه ايه؟ المقص اللي هي ايه؟ طرفين في وسطين. واستخدم في المقص في بدايه الايه؟ الحل بتاعي. طيب رابع ملحوظة عندنا بيقول لي لو هختصر حاجة في البسط مع حاجة في المقام لازم الاتنين يكونوا مضروبين وغير مرتبطين بجمع أو طرح. يعني ما ينفعش عندي يبقى عندي مثلا س زائد 5 على س وأقوم جاي مطير الس قصاد س. ما ينفعش. ليه؟ لأن الس فوق مجموعة على 5. فهمنا الكلام ده؟ أو مطروحة. يبقى لازم عشان أقدر أطير لازم الس تبقى مضروبة س في 5 على س. يبقى كده في الحالة دي أقدر إيه؟ أطير الس قصاد الس. فهمنا كده؟ طيب الحمد لله. نشوف بعد كده بقى الأمثلة اللي هنفهم بيها الكلام ده. في المثالين اللي معانا دلوقتي هنطبق فيهم الخطوات الحل اللي احنا لسه واخدينها علشان نفهمها خطوة خطوة، وهنطبق كل الخطوات في المثال رقم 1. طيب تعالوا نشوف الكلام ده. بيقول إذا كانت
أ وب وج ود كميات متناسبة. تمام تمام. فأثبت أن 3 أ ناقص 2 ج على 5 أ زائد 3 ج بتساوي إيه بقى؟ 3 ب ناقص 2 د على 5 ب زائد 3 د. إيه الكلام الكتير ده؟ ما تقلقش. أنا هعمل إيه في المسألة دي؟ أنا هاخد الطرف ده لوحده أتعامل معاه، والطرف ده لوحده أتعامل معاه، وأسمي ده الطرف الأيمن عشان هو على اليمين، وأسمي ده الطرف الإيه؟ الأيسر. بس قبل ما أعمل الكلام ده، إحنا قلنا خطوات الحل بتاعتنا إيه؟ نمشي معاها خطوة خطوة. أول خطوة عندنا نعمل إيه؟ نعمل تناسب، نوجد التناسب بتاعنا. طب التناسب فين بقى؟ اهو، مش هو قال لي ان أ وب وج ود كميات متناسبة؟ يبقى أ على ب تساوي ج على د. ده أول خطوة نعملها. نعمل إيه؟ نوجد علاقة التناسب بتاعتنا. يبقى أ على ب هيساوي ج على د. أدا أول خطوة. أول خطوة. تاني خطوة قال لك إيه؟ نوجد القيم. نوجد القيم. طيب أ دي بتساوي إيه؟ أ دي بتساوي ج م. مش قلنا هنحط لها م الخاصية الرابعة؟ طيب تمام. والب ده هتساوي إيه؟ هتساوي د م. يلا نعوض بالكلام ده، نوجد القيم بتاعتنا. يبقى دي تاني خطوة. يبقى أ هتساوي ج م وب هتساوي د م. تمام. طيب نعمل ايه الخطوه الثالثه؟ قلنا نعوض بالقيم. نعوض بالقيم اللي هي بقى اللي احنا طلعناها، قيمه الالف وقيمه الب. نعوض بالقيم دي اللي هي ا تساوي ج م وب تساوي د م. طب هنعوض في ايه؟ ناخد الطرف الايمن ده الايه؟ لوحده الاول ونسميه الطرف الايمن، ونلغي من دماغنا خالص دلوقتي الطرف اللي على الشمال ده. تمام كده؟ طيب يلا اسمي ده الطرف الايمن واكتب القيم بتاعته. يبقى الايمن، الطرف الايمن هتساوي ايه؟ 3 أ ناقص 2 ج زي ما مكتوب فوق على 5 أ زائد 3 ج. تالت خطوه بقى، احنا اتعلمنا ايه بعد ما اوجدنا القيم؟ نعوض بالقيم دي، صح؟ هنعوض فين؟ اهو، نشيل الالف ونحط القيمه بتاعتنا. نشيل الالف ده ونحط قيمته، ونشيل الب. لا، احنا ما عندناش ب دلوقتي، احنا عندنا الالف بس اللي هنحط قيمته، صح؟ طبعا صح. الب ده في الطرف الايه؟ في الطرف اللي بقى الايسر. يبقى هنا هنشيل ايه؟ الالف ونحط قيمته اللي هي ج م، ونشيل الالف تحت ونحط قيمته اللي هو ج م. طيب يلا بينا نعوض بالقيم بتاعتنا. يبقى هيساوي 3 ج م ناقص 2 ج على 5 ج م زائد 3 ج. تمام كده؟ طيب تمام. كل اللي عملته ايه؟ اهو شلت قيمه شلت الالف وحطيت قيمته فوق في المقام، في البسط والمقام. طيب بعد كده اعمل ايه؟ قلنا ناخد عامل مشترك. طب احنا هنا عندنا هناخد عامل مشترك؟ ايوه هناخد عامل مشترك. ليه بقى؟ لان انا عندي هنا اتنين مجهولين، الجيم والميم. الجيم والميم هاخد الجيم ايه؟ عامل مشترك فوق وتحت. طيب يلا بينا. يبقى هتساوي، خدنا الجيم عامل مشترك. لما ناخد الجيم عامل مشترك يفضل لنا 3 م ناقص 2. يبقى وهنا برضك خدنا الجيم عامل مشترك، ماشي؟ يفضل لنا 5 م وزائد 3. الجيم تروح مع الجيم يفضل لنا ايه؟ 3 م ناقص 2 على 5 م زائد ايه؟ 3. تمام كده؟ يبقى ده كده رابع خطوة. كده رابع ايه؟ خطوة. تمام كده؟ يبقى احنا كده نقدر نختصر اكتر من كده. نقدر نختصر اكتر من كده؟ في اختصار ولا حاجة نقدر نعمله؟ لا، مفيش اختصار. خلاص نقدر نعمله. يبقى نعمل ايه في الحالة دي؟ نروح على كده بعد كده ناخد الطرف الايسر. يبقى احنا كده طلعنا قيمة الطرف الايه؟ الايمن. يبقى ناخد الطرف الايسر ونعمل فيه نفس الخطوات. ماشي؟ يبقى هو الايسر هيساوي 3 ب ناقص 2 د على 5 ب زائد 3 د. طب احنا ايه القيم اللي احنا هنعوض بيها دلوقتي؟ ايوه، قيمة الب. قيمة الايه؟ الب. ليه؟ علشان يبقى عندي مجهول او ايه؟ د وم. طيب يبقى هنا 3 ب هتبقى كام؟ نشيل الب ونحط ايه؟ د م، ونشيل الب تحت برضك ونحط د م. يبقى هتبقى 3 د م ناقص 2 د على 5 د م زائد 3 د. طب هنا هناخد العامل المشترك ايه؟ يلا فكروا معايا. العامل المشترك هيبقى ايه؟ الدال. صح كده؟ هيبقى الدال. يبقى ناخد الدال عامل مشترك. الدال تروح مع الدال يفضل عندي 3 م ناقص 2 على 5 م زائد 3. يبقى انا كده عندي الطرف الايسر ده يساوي ايه؟ 3 م ناقص 2 على 5 م زائد 3. نبص كده. لو بصينا هنا الطرف الايمن يساوي كام؟ 3 م ناقص 2 على 5 م زائد 3. والطرف الايسر بيساوي كام؟ 3 م ناقص 2 على 5 م زائد 3. يبقى انا طلعت القيمه بتاعت ده، طلعت القيمه بتاعت ده ان هما الاثنين ايه؟ متساويين. كده اثبتت ان هما متساويين. يبقى اقول اذا الايمن بيساوي الايسر.
تمام كده. وكده انا اثبت وتعلمت خطوات الحل بتاعتي. طيب نروح بقى للمثال اللي بعد كده. اذا كانت أ وب وج ود في كميات متناسبة. طيب تمام. فأثبت أن أ ج على ب د تساوي أ ناقص ج على ب ناقص د الكل تربيع. الكل تربيع. أنا مفيش حاجة تخليني أتخض أو أخاف. أنا خلاص عرفت خطوات الحل وعرفت أبدأ إزاي من أول خطوة لآخر إيه؟ لآخر خطوة. وعرفت إن لما يجيلي حاجة زي كده عشان أثبتها أعمل إيه؟ آخد الطرف ده لوحده وآخد الطرف ده إيه؟ لوحده. أول خطوة اتعلمناها نعمل إيه؟ نوجد قيم نعمل إيه؟ نوجد علاقة التناسب. وبعد كده نوجد القيم، صح؟ طيب يلا بينا. يبقى التناسب بتاعنا أ على ب، المتناسب الأول على المتناسب الثاني يساوي المتناسب الثالث على المتناسب الرابع. يبقى أ على ب هتساوي إيه؟ ج على د. طيب هنا أ هتساوي، نوجد بعد كده الإيه؟ القيم. تاني خطوة نوجد القيم. يبقى أ هتساوي إيه؟ ج م، وب هتساوي إيه؟ د م. يلا زي هنا بالظبط. أهو أوجدنا القيم. نبدأ نعوض بقى إيه؟ نبدأ نعوض بالقيم بتاعتنا، بس هنعوض إيه؟ فين الأول؟ ناخد الطرف الأيمن الأول نعوض فيه. وبعد كده بعد ما نخلص الطرف الأيمن ونوجد قيمته ناخد الطرف الإيه؟ الأيسر ونعوض فيه بالقيم بتاعتنا. طيب يبقى كده الطرف الأيمن هناخده أهو نسميه أ في ج على ب في د. طيب هنعوض هنا بقيمة إيه؟ هنعوض بقيمة الألف وهنعوض بقيمة الإيه؟ الب. أهو لأن أنا عندي هنا أ وب فهعوض بالقيم بتاعتهم. يبقى أنا عندي عوضت بقيمة الألف هتساوي إيه؟ ج م. يبقى أنا عوضت بج م. والب هتساوي إيه؟ د م. عوضت بد م. يبقى ده تالت خطوة معانا. تالت خطوة إيه؟ معانا. طيب أقدر أعمل إيه تاني؟ طيب أنا عندي ج م في ج تساوي إيه؟ إحنا لسه قايلينها في الملاحظات ما ننساش. ماشي؟ تبقى إيه؟ ج في ج بج تربيع في م، ودال في دال بدال تربيع في م. تمام كده؟ أهو هذا الملاحظات بتاعتنا. أهو يبقى الميم هتطير قصاد الايه؟ الميم يفضل عندي ايه؟ الطرف الايمن هيساوي ايه؟ ج تربيع على د ايه؟ تربيع. اهو تمام كده؟ تمام. بعد كده ناخد الطرف الايسر. الطرف الايسر هنا بيقول لي بقى ايه؟ اهو أ ناقص ج على ب ناقص د الكل ايه؟ تربيع. طب اعمل ايه؟ اعوض بالقيم. احنا خلصنا اول خطوه واوجدنا القيم، نعوض بقى بالقيم زي ما عوضنا في الايمن نعوض ايه في الايسر. طيب انا عندي هعوض مكان الايه؟ الالف بج م، وأعوض مكان الب بدال م. أهو يلا الكل تربيع. أهو يبقى ج م ناقص ج على د م ناقص د الكل إيه؟ تربيع. عوضت بقيمة الألف وعوضت بقيمة الإيه؟ الب. طيب بعد كده هعمل إيه؟ آخد هنا الجيم عامل مشترك يفضل لي م ناقص واحد، وآخد هنا الدال عامل مشترك بيفضل لي م ناقص واحد. الميم ناقص واحد مضروبة في الجيم، وعندي الميم ناقص واحد هنا برضك مضروبة في الدال. أقدر أطيرهم وأختصرهم مع بعض؟ أيوة ده مضروبين فأقدر أطيرهم. يبقى طير دي مع دي يفضل لي إيه؟ ج على د الكل تربيع. يبقى هتساوي إيه؟ ج تربيع على د تربيع. خلاص أثبتت إن هي بتساوي نفس الطرف الأيمن. يبقى أنا كده قدرت أثبت إن إيه؟ الطرف الأيمن هيساوي إيه؟ الطرف الأيسر. وكده يبقى احنا وصلنا لنهاية درسنا. كنت عايز اعمل لكم امثلة كمان بس انا الوقت كده هيطول بتاع الدرس، فان شاء الله نعمل حلقة نحل فيها تمارين وامثلة على التناسب ان شاء الله كامل مكمل. ودلوقتي بقول لكم ما تنسوناش من دعمكم واللايك والشير، وانكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ده دعمكم لينا زي ما احنا بنتعب عشان نوصل لكم المعلومة ونوجد لكم محتوى يليق بيكم. واشوفكم على خير. كنت معاكم انا مستر ياسر مع قناتكم قناة فيجن.